السلام عليكم. بقالنا 3 فيديوهات يا جماعه ما اعلناش عن مسابقه، فالفيديو ده في اخره ان شاء الله فيه مسابقه. لو انت جيمر بقى فقول لي كده في التعليقات ايه افضل ايربودز انت استخدمتها مناسبه مع الالعاب، علشان في الفيديو ده احنا جايبين ارخص ايربودز حلوه في الالعاب. ركز في الكلام. الايربودز اللي معانا النهارده من شركه اوريمو فري بادز لايت. حد هيقول لي هي الفري بادز لايت جديده؟ يا عم ده نازله بقالها اكتر من سنه ونص. لا بس استنى عليا كده. بص يا معلم، النسخه الجديده من الفري بادز لايت هي نسخه الفري فاير. ده اللي محدش راجعها لسه جايه لنا. يعني انا ما حصليش الشرف طبعا وراجعت النسخه القديمه، لكن النسخه دي لسه مبعوتها لي، ان شاء الله هنراجعها مع بعض. يعني بص، الشركه بتقول ان السماعه دي جامده جدا في الالعاب، المايك بتاعها حلو، حتى حلوه في الاستماع، بتشتغل على الابليكيشن. فكل ده هنتعرف عليه من خلال الفيديو ده ان شاء الله. كده لو عجبك المحتوى تشترك في القناه، واللايك مش هيخسرك حاجه، بل هيساعدنا كتير جدا في انتشار المحتوى بتاعنا. يلا بينا نبدا الفيديو، وما تنساش تكمل للاخر علشان خاطر المسابقه. يلا بينا نسمي الله وندعي لاخواتنا في غزه العزه والكرامه، ونبدا مع بعض بالانبوكسنج. طبعا نفس الكرتونه الطبيعيه باللون الاخضر بتاعه اوريمو. السماعه دي يا جماعه نسخه الفري فاير، بيقول لك ليفل اب يور جيم بلاير، يعني هي معموله للالعاب. لو قلبنا الناحيه الثانيه كده من ظهر العلبه بتاعتها، هنلاقي عندك هنا ان في تاخير بسيط في الالعاب، هو كاتب لك كده يعني، وان المايك حلو في الالعاب، وان السماعه دي بتشتغل 40 ساعه، ودي حاجه هنتكلم عنها لان دي حاجه مهمه جدا. عندك كمان بتشتغل على الابليكيشن، عندك كده شويه معلومات وشويه تفاصيل. ولفت انتباهي هنا ان بيقول لك احنا بعنا منها 60 كونتر. 60 كونتر ده رقم مهول، يعني هو كاتب لك هنا 200 مليون يوزر، يعني 200 مليون يوزر على الابليكيشن من السماعات اللي هم باعوها. الميزه في السماعه دي يا جماعه او في شركه اوريمو ان هي بتيجي بضمان 365 يوم، يعني ضمان سنه، والضمان بتاع اوريمو ضمان محترم جدا. خلينا مع بعض كده نفتح السماعه ونشوف محتويات العلبه. طبعا انا عايز اقول لك ان هي تجربه انبوكسنج محترمه جدا. دي الحاجات اللي بتيجي جوه العلبه. طبعا عندك هنا ستيكرز كده، ده تقدر تلزقه على الموبايل بتاعك، تقدر تلزقه في اي حته على الجراب، في اي حته، يعني لفته طريفه بصراحه. وعندك طبعا اليوزر مانوال، مهم جدا تقراه عشان تعرف كل حاجه عن السماعه. وعندك كمان السماعه بتيجي بالشكل اللي انت شايفه ده. وعندك هنا وصله الشاحن من نوع تايب سي طبعا. وعندك الغيارات بتاعه مقاس الاذن او الودانات بالبلدي كده، بتيجي بكام غيار؟ بتيجي بغيارين بدل ما نفتح وبتاع، كلكم عارفين الحاجات دي يعني. نفتح بقى مع بعض الايربودز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله. طبعا الشكل بقى المعتاد بتاع اوريمو، زيها يعني نفس تصميم الثري سي، نفس تصميم معظم السماعات الاوريمو. طبعا الغطاء ده غطاء شفاف بس دارك كده، يعني مبين السماعه من جوه، طبعا كان مش بيبان معاه غير في الشمس يعني. وتصميم محترم جدا. عندك الشاحن التايب سي، عندك كمان هنا الزرار تعمل منه ريزيت لو في مشكله، تمام، في الايربودز. عندك خامات محترمه، ماجنتيك طبعا بتاع البوكس محترم، مصنوعه طبعا من البلاستيك الاي بي اس. ونفتح كده ونطلع الايربودز بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا بتيجي من نوع جلد مش عظم. وعندك اللزقه دي لازم تشيلها عشان تشتغل معاك. تصميم حلو. انا عندي بس مشكله كده او اضافه ان دي طويله شويه، وده يمكن عشان يقدروا يوصلوا المايك لاقرب نقطه ليك وانت بتتكلم، يعني ده تحليلي او وجهه نظري. ونحطها بقى جوه البوكس علشان تشحن، عشان نبدا مع بعض التجربه الجميله بتاعت الايربودز دي. قبل ما اقول لك الخلاصه بقى، عايز افهمك حاجه. انا هنا بنقل لك تجربتي. انا جربت السماعه دي بعنايه شديده في كل الاوضاع، الاستماع، المكالمات، الالعاب، في كل الاوضاع. فجاي انقل لك تجربتي. عايز اقول لك ان لبستها في الودن مريحه، تمام. الجلده مريحه للمكان التجويف بتاع الودن، مفيش فيه اي مشكله خالص هتعاني معاها في لبسها في ودانك حتى لو فتره طويله زي ساعه مثلا. فدي حاجه كويسه جدا. الحاجه اللي ابهرتني، النقطه اللي ابهرتني، السماعه بما انها مش اي ان سي، فيهاش اكتيف نويز كانسليشن، لكن حرفيا وانا لابس السماعه دي ومشغل اي حاجه حتى لو ما فيهاش مزيكا في وداني، لو حد خبط جنبي على المكتب كده مش هسمعه. يعني عزل بدرجه غريبه حتى وانا ماشي في الشارع. يعني ده عشان طبعا الجلده اللي فيها مش موت خالص او حاجه فيها يعني،
ولكن بتعزلك عن اللي حواليك بطريقه يعني تصميم السماعه نفسها الايربودزيه من جوه نفسها بتدخل كده في ودانك، تحس ان هي خلاص كتمت ودانك خالص، مش هتسمع اي حاجه حواليك. وانا ده شايفه ميزه، لان احنا دايما بندور على موضوع العزل ده عشان ما نسمعش الدوشه اللي حوالينا لو راكبين مواصلات، او في مثلا زعيق، او في مثلا حد بيتكلم جنبنا وانا بسمع حاجه مهمه. فدي حاجه كويسه جدا وابهرتني حرفيا. بعد كده تجربه الصوت في الاستماع. انا جربت السماعه دي في كل الاوضاع الاستماع، سواء يا جماعه وانا بسمع ميوزك، سواء وانا بسمع قران، سواء وانا بسمع فيديو من على السوشيال ميديا، سواء وانا بسمع حاجه من على الساوند كلاود. مريحه في كل الاوضاع. طبعا من خلال البرنامج، هي بتشتغل على برنامج اوريمو ساوند، فمن خلال البرنامج تقدر تظبط كل الاوضاع اللي ممكن تتخيلها في الصوت. لكن عايز انصحك نصيحه، لو الصوت انت ظبطته زي ما انت شايف قدامك كده من البرنامج، بيز او عالي او نقي او ايا كان نوع الصوت اللي انت عايز تعمله، عدل فيه. ما تاخدش الصوت الستاندر لان مش هيبقى مريح، لازم تعدل، تعلي دي شويه، توطي دي شويه، علشان خاطر توصل لتجربه صوت مرضيه بالنسبه لك. لان مثلا لما بتفعل البيز في وضع الميوزك، انت بيبقى عندك صوت البيز عالي قوي قوي قوي، لدرجه ان ممكن يغطي على صوت اللي بيتكلم او اللي بيغني. فدي حاجه يعني ايه مهمه جدا ولازم تعرفها. فوضع الصوت بالنسبه لي في الاستماع في جميع الاحوال مرضي بنسبه 90%. حلو قوي، ما توقعتش ان سماعه بالسعر ده تديني بصراحه الاداء ده، نقي محيطي في كل احواله، حلو بصراحه، حاجه محترمه قوي 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 في الاستماع. ندخل على المرحله الثانيه وهي مرحله الالعاب. طبعا انا مش بلعب، انا مش لاعب محترف يعني، يمكن دي تاني او تالت مره في حياتي وانا بجرب السماعه دي في الالعاب ان انا العب يعني. لكن انا قيمت موضوع التاخير. انا عايز اقول لك ان في تاخير، لكن تاخير جزء من الثانيه، جزء من الثانيه. مود الالعاب يا جماعه في السماعه دي مود محترم، ما بتقدموش سماعات معديه ال 1000 وال 1200 وال 1500 جنيه بصراحه. يعني مود الالعاب حلو جدا، وهي اصلا مصنوعه لكده، مفيش تاخير. انا كهاوي مش كمحترف ملاحظ ان مفيش تاخير. مش هحتاج اجيب سماعه ب 2000 جنيه ولا ب 3000 جنيه عشان احس الموضوع ده، لا السماعه دي مرضيه في الموضوع ده. تجربه المايك في الالعاب مرضيه بنسبه 75%، مش هقول لك واو جدا، لكن المايك صوتك واضح جدا وانت بتتكلم مع اللي قدامك، مفيش فيها اي مشكله خالص. والصوت محيطي يا جماعه، اللي جاي من اليمين بتسمعه في اليمين، واللي جاي من الشمال بتسمعه من الشمال، الميوزك اللي هنا التريبل مش عارف ايه، ده كله شغال بشكل كويس جدا. اما بقى تجربتي مع المكالمات فالموضوع بسيط خالص. احنا هنعمل مكالمه من السماعه دي، هندي السماعه دي لشخص هيطلع يكلمنا منها واحنا معانا الموبايل وفاتحين السبيكر. هيطلع يكلمنا مره هو في بيت او في مكان مقفول، ومره وهو في الشارع في وسط الزحمه. هنحاول نقيم مع بعض الصوت انا وانت، لان صوت المايك ده غالبا يعني لازم يعني يتسمع في كل الاوضاع. هي صوتها وانا بعمل مكالمه كده في البيت هنا في الاستوديو يعني شغاله حلوه، اللي قدامي سامعني مفيش في اي مشكله خالص. لكن التجربه الاكبر طبعا والتوضيح هيبقى، والراجل اللي بيكلمنا ده بيكلمنا في الشارع او في مكان زحمه، هوا بقى وعربيات وبتاع. فتعالوا نعمل مع بعض التجربه دي. طبعا هشام اخد السماعه ونزل، تعالوا بقى نرنوا عليه كده عشان نجرب مع بعض صوت المايك. طبعا هنجرب المايك دلوقتي في المكان خارجي. تمام؟ الو، ايه يا حبيبي؟ الو، ايه يا باشا؟ سامعني؟ تمام. وانا سامعك. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل. ايه الصوت اللي حواليك ده؟ قطط دي ولا ايه ده؟ قطط وعربيات وشرطة طب علي صوتك شويه. سامعني كده طيب؟ انا سامعك بس انا بقول لك يعني ايه، اتكلم يعني. انت كله تمام؟ انا تمام. سوبر ماركت فاتح؟ تمام فاتح. طيب يا هشام تمام، قشطه، يلا سلام. سلام. طبعا يا جماعه ده الصوت وهو في مكان بره البيت في الشارع، مفيش زحمه كبيره طبعا لان احنا بالليل متاخر. هو ممكن يكون عربيه معديه مثلا، صوت قطط، صوت، لكن هو صوت واضح، هو صوت واضح. طبعا انا مش هتديني الاداء اللي هتدوني السماعات البريميوم اللي ب 3 و 4000 جنيه، ولكن ده صوت مقبول بالنسبه للفئه السعريه دي. فدي كانت تجربه المايك، وبرده كانت تجربه مرضيه بالنسبه لي، ودي كانت التجربه الكامله للصوت. يا رب اكون قدرت انقل لك التجربه وكانك معايا يعني. انا حاولت والله على قد ما اقدر اوصل لك المعلومه كامله واسمعك اللي انا سامعه من خلال الكلام. الحاجه الثانيه او تاني اهم حاجه في السماعه دي وهي البطاريه. البطاريه هنا هم كاتبين ان هي بتقعد طبعا 40 ساعه،
ولكن من خلال التجربه اللي انا عملتها للسماعه دي، البطاريه هتقعد معاك من 20 ل 25 ساعه، وده مش معناه ان ده رقم قليل، ده رقم حلو جدا جدا جدا. حرفيا هتقعد معاك بالاربع والخمس ايام والاسبوع من غير ما تشحنها. الحاجه اللي بعد كده ان السماعه فيها تاتش كنترول، طبعا تدوس كده توقف الاغاني، تشتغل مرتين، ترد على المكالمه، دي برضو بتقدر تظبطها من البرنامج عادي خالص. ولكن هي شغاله برضو مش بشكل سلس، ولكن مرضيه الى حد ما، مرضيه، مش احسن حاجه، مش واو، مش هتلمس هتشتغل معاك، لا هي ساعات بتعلق معاك لان طبعا انت ممكن تلمس كده شويه تلمس كده شويه، ولكن هي شغاله وفيها تاتش كنترول، خاماتها كويسه، بتشحن تايب سي. دي بقى الحاجات السنويه. طبعا يا جماعه اوريمو بتقدم لك ضمان لمده سنه، وسعر السماعه دي بيتراوح من 775 جنيه في الفتره الحاليه لحد 825 جنيه، يعني في الرينج ده كده. والنسخه القديمه منها سعرها اقل من كده 50 جنيه ولا حاجه، فكلهم يعني سعرهم في المتوسط يعني. لكن دي احدث سماعه نزلتها اوريمو تحت ال1000 جنيه. طبعا انا كده حاولت على قد ما اقدر انقل لك التجربه بتاعتي كامله، وطبعا اشكرك جدا انك وصلت لاخر الفيديو. علشان كده احنا هنعمل مسابقه بسيطه انتوا هتساعدوني فيها. في حد منكم من الناس اللي هتعلق على الفيديو ده هيكسب الايربودز اللي احنا عملنا عليها مراجعه النهارده، بشرطين قليلين، يعني شرطين مش جامدين، يعني مش حاجه واو، يعني ان احنا نوصل الفيديو ده ل1000 لايك من خلال ان احنا نشاركه مع اصحابنا، تمام، والفيديو يجيب 10000 مشاهده. ده رقم قليل جدا يا جماعه، ده رقم قليل جدا، انا مش عايز اصعبها عليكم والله، ولكن علشان اقدر اطلع الهديه دي طبعا انتوا هتساعدوني في الحاجه البسيطه دي، ان احنا نوصل ل 10000 مشاهده والفيديو ده يجيب 1000 لايك بس. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش زي ما قلنا في اول الفيديو ان احنا ندعي لاخواتنا المستضعفين في غزه العزه والكرامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.